هذه المرثية على لسان الأخ طارق أمين الأشبط وأخوه علي أمين الأشبط، تعزية في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله الشيخ أمين علي حسين الأشبط، رحمة الله تخشاه وأسكنه فسيح جناته. كتب كلماتها الشاعر فهد بن غازي، أداء المنشد إبراهيم الموصي، تسجيل استديو تراك. يالله ادعيك يا من في يدك كل الأقدار، مالك الملك ناديتك وروحي حزينة، غفر الذنب والزلات يا خير الغفار، ما يخيب الذي قد جاك رافع يدينا، جيت لك والفؤاد مكبود والقلب منهار، والوجع داخلي تسمع ضلوع عيانينا، قال طارق أمينة طيع المخلص البار، أسألك يا قوي تنزل علي السكينة، من حدث شتت إحساسي وعقلي والأفكار، سبب أجراح في داخل فؤادي ثخينة، فاجعه زلزلت روحي وشبت به النار، خلت القلب يتصارع ويظهر حنينه، فاجعه هزت اللحية وصارت بالأخبار، فاجعه منها انهارت حصون المدينة، فرقة الوالد اللي عاش شاجر ومغوار، ولدي ذيب قومه عاش رافع جبينه، والدي بعد موته أظلم الحي والدار، صاب قلبي وجعنا بايطه في عينينا، يا علي والله ان الجرح جاني كالإعصار، أحيا ويحق قلبي حين يظهر حنينه، لكن الصبر يا قلبي على كل ما صار، الأجل حكم رباني ما وثق بدينا، أحمدك واشكرك يا الله يا خير غفار، في يدك والدي والروح عندك رهينه، الأجل في يدك والحكم كله والأقدار، والذي أنت قدرته لنا رضينه، واجعل الوالد المرحوم في جنب الأطهار، في جنانه النعم يا رب يكمل سنينه، منزله عالي يا